وتعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. بيكون في الوقت ده فان أصبح على مقربة من قرية حصان النار، وفي أثناء مشيهم وفي ظرف غير متوقع بيتم الهجوم عليهم من بعض الأشخاص المقنعين. ده إيه ده؟ المهم خلونا نكمل. وفي أسرع وقت فان بمساعدة سايا بيقدروا يهزموهم واحد ورا التاني. العيال شغال الله ينور، وبيعرفوا وقتها إن الأشخاص دول من شعب الأكافا للأسف، وشكل تولم كده هو اللي ورا الحكاية دي. وفي الوقت ده بيكون الأمير هو كمان في طريقه لقرية حصان النار، وبيقول للموجودين معاه أنا في الحقيقة قابلت فان وأفراد قاطعي الظبي الستة، ولاد اللعيبة قدروا يدمروا كتيبة لوحدهم. ففي وقتها بيقول له ملك الأكافة طب الحمد لله على سلامتك. فالأمير بيقول له ما تهدى بقى، ما تحرقش، ما أنا جاي لك في الكلام أهو. ووقتها افتكرت فعلا إن دي نهايتي، ولكن وقتها سابوني أعيش لمجرد كوني صغير. لا وملك مفتخر أوي كده ليه؟ المهم في الجانب الآخر بقى وبحلول الليل بتيجي سايا الفان وبتقول له أنت ليه متعلق بالبنت دي أوي كده، على الرغم من إنها مش بنتك وإنها كانت مجرد بنت يتيمة مش أكتر، ما تربطكمش أي علاقة ببعض عشان تضحي بنفسك كده. فقال لها بكل بساطة وده لأن روابط الدم لا تعني لي أي شيء، وكل اللي أعرفه إن بنتي في خطر ولازم أنقذها. وهنا وأخيرا بتقتنع سايا بترك فان وشأنه، وبتقول له عن مكان وجود يونا بالتحديد. وساعتها بتساءل فان عن سبب قدومها ومساعدتهم من الأساس، فقالت له بما إن بنتك نجت هي كمان فكنت ناوي أقتلكم سوا. يخرب بيتك إيه شغالة سفاحة أنتي. في الوقت ده وفي أحلام سال بالتحديد بيكون شايف فان في المنظر العجيب ده، ولما بيصحى بيعرف ساعتها إن سايا مشت، ووقتها بياخد فان وبيكملوا طريقهم. وبعد فترة من المشي بيوصلوا أخيرا لقرية حصان النار المقدسة، وأول ما بيدخل فان مدخل القرية بيتفاعل جسمه معاه بالشكل الغريب ده. وساعتها بيجيله صوت من تاني وبيقول له أخيرا أتيت بعد طول انتظار، هلم إلي يا خليفتي. والمفاجأة بقى إن ده هو ملك الذئاب. وبعد خروج فان بنلاقي إن اللي خرج معاه هو حصان سال لا غير. وهنا بيجيله أوفان رئيس قرية حصان النار وبيقول له ما تخافش أنا هعامله كضيف عندي، ونعم الضيافة بصراحة، من بداية القصيدة كفر كده. وبيكمل كلامه وبيقول كنت خايف من عدم وصولك في الوقت المناسب، يا ترى إيه الحكاية المرة دي؟ ولما بيسألوا فان عن مكان وجود يونا بياخدوا الأول وبيوري له القرية وجمال القرية وقد إيه طبيعتها حلوة، وإن كل ده هيزول مع عطيات الحرب. وكمان البيوكا اللي هو في الأساس حيوان نادر جدا موجود هنا بكثرة، وده لأنها بتعتبر القرية دي المكان المقدس بتاعها. ده غير إن يوجد فيها حصان النار المقدس اللي لا يمكن إنك تلاقيه في أي مكان تاني. وقيل إن حيوان البيوكا ده أصلا بيحتوي على دماء حصان النار المقدس، ويا ريت ما تسألنيش ازاي ده عشان أنا زيك صدقني ما أعرف. وفي مكان وجود سال بقى بنلاقيه صحى على صوت يونا اللي الوضع عليها التغير الغريب في الشخصية ده. ولما بيعرف سال إن دي يونا بيروح وراها على طول، وساعتها بيتفاجئ بوجود الذئاب حواليها. وقبل ما سال يعمل أي حاجة بيحذروا الشخص ده وبيقول له إن مفيش أي حد يقدر يخش المكان ده غير المختارين. وفي الوقت ده بيكون أوفان بيقول لفان إن ملك الذئاب أصبح مسن وبدأ يفقد قواه، وإن يجب عليك إنك ترث قوته وتحمي شعب الأكافة، وده بما إن الذئاب اختارتك لتكون ملك الذئاب الجديد. وهنا بيتغير المشهد لسال اللي بيكون مستغرب إن أفراد من الأكافة اتصابوا وعلى فراش الموت. ووقتها بيقول له صديقه إنهم كانوا أسرى في بلاد زول، وفان حررهم، ولذلك حاولوا إنهم يردوا الجميع عن طريق جعل الذئاب تعضهم لربما يرثون قوة ملك الذئاب. وهنا بيكون سال زينا كده ومش فاهم أي حاجة، وبيكمل الشخص التاني كلامه وبيقوله إن لا يمكن للذئاب أن تنقاد إلا لشخص عضته، وعلاوة على نجاته بيكتسب قوة فريدة بتمكنه من التحكم في الذئاب. وهنا بيقول له سال أنت قصدك على فان؟ قال له بالفعل إنه فان، واللي بيكون في الوقت ده متجه لمكان يونا. ولما بيشوفه سال بيحاول يتكلم معاه عشان يخليه يتراجع عن فكرة إنه يصبح ملك الذئاب الجديد، ولكن بيمنعه أوفان وبيقول له إن المتسال قاد قائد قرن الظبي السابق ليجعله الملك الجديد لهذه الأرض. وبيقول لفان إنه يدخل وهيلاقي بنته هناك. وبالفعل أول ما بيدخل فان بنشوف إن كل الذئاب بتظهر احترامها للملك الجديد. وهنا بيكلمه كينوي واللي معرفش هو عامل في نفسه كده ليه بصراحة، وبيقول له إن المتسال اختارك من وسط الظلام وإن يجب عليك استعمال القوة دي من أجل إنقاذ البلاد. بيرد فان عليه وبيقول له من بعد ما خسرت عيلتي أصبحت ذليلا للظلام، ولكن كانت يونا هي الوحيدة اللي أنقذتني منه. عمك كينو ما يعجبوش الكلام فيسكت. لا والله بيتعصب عليه وبيقول له البنت دي محببة عند الذئاب واكتسبت القوة لتصبح ملكتهم. يا نهار أبيض يا جدعان، الأحداث تشتعل إثارة. بيكمل كينو كلامه وبيقول له ده جوابك الأخير يا فان،
الأفضل لك إذن الاستسلام. وقتها بتبدأ قوة كينو في الظهور، ومفيش أي مهرب حرفيا لفان. وهنا فان بيقول له أستسلم؟ أنت مخطئ، مش ده المكان اللي بنت زي ده المفروض تعيش فيه. فلتترك الحرب يا كينوي ودعنا وشأننا، وقد أحذر من أنظر. ولأول مرة بنشوف فان بيتحكم في قوته اللي فاقد حتى قوة ملك الذئاب. كينو هيتجنن وبيقول له ازاي شخص زيك، وقبل ما نسمع جملته الأخيرة بيكون فان ختمه للأبد. وأخيرا يا جدع قرفتنا يا أخي. وساعتها بقى وأخيرا بترجع يونا لوعيها، وها قد عاد لم الشمل من جديد. بعدها بيرجع فان لسال، وده عشان ياخد منه عينة الدم اللي وعده بيها. وبالفعل بيكون سال مستنيه وبياخده وبيروح لمكان المصابين. ولما بيبدأ سال بسحب الدماء بنلاحظ اختلاف في شكل دمائه. وساعتها بتقول يونا إن شكل دمه جميل جدا. ووقتها بيندهي سال من كلامها، وده لأنه افتكر إنها قالت نفس الكلام عن الأشمي. أوه يا ترى إيه العلاقة؟ ومن كلامه لو انتوا لسه فاكرين، فكان دايما بيتفاعل جسد فان مع الأشمي كلما اقترب منها، وده أكيد مش من فراغ يعني. فالصدمات تقف لحد هنا؟ لا والله، سال بيتصدم لما بيلاقي إن يونا اتعضت هي كمان وما زالت على قيد الحياة. وفي أثناء الحديث بيحصل انفجار هائل، والانفجار ده ناتج عن خروج قوة ملك الذئاب عن السيطرة. الموضوع بقى متأزم لأقصى درجة. القرية عمها الفوضى، رعد وبرق يابا، والدنيا آخر خراب. كل حاجة اتعملت عشان حماية القرية دي راحت هباء منصورة. وفجأة بيظهر كينو من جديد قدام فان وبيقول له انت لازم تكون الخليفة الجديد. ومن بعدها متعرفش جراله ايه، والواد مسك في رقبة سال وهقتلك يعني هقتلك لا محالة. بيحاول مساعد سال التدخل لكن بيمنعه سال، وده لأن في اعتقاده إن فان مسيطر عليه وهيرجع لطبيعته في أي لحظة. ولكن لو محدش تدخل الواد هيموت في إيده. ووقتها بتظهر عيلة فان، ومن غير سحر ولا شعوذة الواد بيرجع لطبيعته. وساعتها بيعتذر لسال، ولكن يا الحبيب شكل الموضوع مطول، وده لأنه ما سيطرش على فان وبس بل على يونا كمان. فان بقى واقف هيتهبل، ده ما صدق لسه مرجعها بعد ما شاف القمرين. في الوقت ده يونا بتستدعي كل الذئاب، والبنت شكلها مش ناوي على خير. وعلى الجانب الآخر فان اللي بيبذل كل من الغالي والنفيس بينطلق وراها في سبيل استرجاعها قبل ما ترتكب أي جريمة. ولكن تفتكروا إن دي كانت كل حاجة؟ لا والله، عمك أوفان هو كمان تزامنا مع اللي بيحصل بيشن هجوم على قوات زول، وحالف يمين 3 لا يقتلن كل من له يد في ذلك الخراب. في الوقت ده بقى مين يخرج للتصدي ليه؟ أيوة عمك تولم. يا أخي متعرفش مين مع مين ومين ضد مين، والحكاية آخر برجلة. بيشن تولم هجوم على أوفان اللي جنوده بكل بسالة بيضحوا بنفسهم في سبيل إنقاذه. وعمك أوفان هو كمان بيخش وبيجيب دراع تولم على طول. اقطع يا معلم ولا يهمك، مفيش وقت أصلا للتفاهم. وخلونا بقى نسيب المدعكة دي شوية ونروح بقى لسال اللي بيفكر ازاي يلاقي فعلا العلاج. المعلم بيربط الأحداث ببعضها، وأخيرا عرف سال الجواب، يكمن الحل في الأشمي. طب ازاي ده أبو حميد؟ هقولك. بص بقى يا سيدي، كان المعروف أو المتداول في السابق إن جميع أفراد الأكابة شربوا من لبن البيوكا. طب البيوكا بيتغذى على إيه؟ الله ينور عليك، أيوة إيه الأشمي. طب إيه دليلك طيب يا أبو حميد؟ هقولك برضو إيه دليلي. طبعا إحنا شفنا إن في بعض من أفراد الأكابة اتصابوا بالمرض، وتحديدا اللي كانوا أسرى عند بلاد زول، فكان من المرجح إنهم ما شربوش من لبن البيوكا. والدليل التاني كون زول بيرفضوا رفض تام شرب حليب البيوكا. وفاكر كمان إن كان دايما بيتأثر فان كل ما اقترب من الأشمي. حاسك مش مقتنع، طب خد دي. فاكر لما يونا قالت عن الأشمي إنه جميل، ونفس الكلام من تاني لما شافت دماء فان المضيئة. وقتها سال اتأكد إن الأشمي ده بيساعد على إنتاج الأجسام المضادة للمثال، وبما إن البيوكا بيتغذى عليه وشعب الأكافة بيتغذى على حليب البيوكا، فكانت النتيجة حصولهم على مناعة ضد المثال دونا عن شعب زول اللي كان بيرفض رفضا تاما الشرب منه. في الجانب الآخر بقى بتكون المعركة لسه مستمرة، وساعتها بتنضم يونا والذئاب للمعركة، وفي ذات اللحظة بيبلع أوفان سهم بيجيب أجله. والغريب إنه بيبتسم ابتسامة النصر أول ما بيشوف يونا. اتهبل ده ولا إيه؟ الجنود بيحاولوا يوقفوها، ولكن يا ابني أنت بتعمل إيه؟ البنت خلاص على وشك قتل الأمير اللي تقريبا أصبح في عداد الموتى. ولكن فان كان ليه رأي تاني، بيتدخل في مشهد أسطوري بيقدر فيه إنه يوقف كل الذئاب. ووقتها بيحاول يرجع يونا لوعيها، وخلاص البنت بدأت تفوق، ولكن أوفان بيكون لسه على قيد الحياة. هو بيندع عليها ويقول لها إن مهما خد الأمر من وقت اقتلي كل شعب زول بذلك المرض. وبينزل طبيب ساكت. البنت شكلها كانت بتتلكك هي كمان من الأساس، وفعلا بتتجه للغابة. فان هو التاني ما بيضيعش وقت وبيروح وراها على طول. وساعتها لما بيشوفه ملك الأكافة بيطلب من الحارس ده إنه يقتله،
ولكن سا في الوقت المناسب بترشق الحارس بسهم هو والجنود اللي كانوا ورا فان. يا أخي تحس إن شغلانتها هي رشق السهام وبس. وفي الوقت ده بيكون فان بالفعل وصل ليونا، ومع كل ذكرى ليها قوته بتزيد، وتقدر تقول عنها إنها القوة النابعة من الحب والمودة، أو بالأحرى الرغبة في إرجاع بنته. وهنا وبالفعل بينجح فان في ده، وفي مشهد جميل بيحتضن فان بنته وبيديها الهدية اللي وعدها بيها، وبيقول لها أنا بكده وفيت بوعدي، ومن النهاردة هتقابلي مختلف الأشخاص زي توما وأهل القرية، ومتقلقيش هو ده المكان اللي المفروض تكوني فيه. وبيطلب منها إنها ترجع للقرية. بتقول لي يونا ساعتها وانت هتروح فين؟ وفي اللحظة دي كنت بتمنى إن فعلا ظني يخيب، ولكن الصمت بيسود المكان. وكانت الكلمات دي بمثابة الوداع الأخير، وده لأنه قرر إنه هيصبح ملك الذئاب مضحيا بنفسه من أجل فتاة لا تمت له بالصلة. بيمشي فان ورويدا رويدا بيختفي من أمام أنظارها. يونا بتنادى عليه وبتعيط، وده لأن كان نفسها إنها تفضل معاه، ووقتها بتقع في أحضان سايا اللي بتحتضنها بكل حب. ومين يصدق إن دي كانت نفس الشخص اللي كانت في يوم من الأيام عازمة على قتلها. أنت دمحت يا اسطى ولا إيه؟ حاسك زعلت كده. لا فوق معايا، الحكاية لسه ما خلصتش. في تلك الأثناء وفي لحظات عابرة بيشعر سال بفان، وأكن فان بيودعه للمرة الأخيرة. وبعدها بيروح سال لأمير مملكة زول وبيقول له إنه بالفعل لقى الترياق، ولكن لو اندفعت قوات زول لقرية حصان النار فسنفقد الترياق كليا، ولذلك فعلى مملكة زول التراجع. وهنا بيقول له سال ثق بالرجل المدعو فان. وبالفعل بيوافق الإمبراطور على فكرة التراجع وترك البلاد وشأنها. وبعد مرور عدة أعوام بيكون عم السلام أخيرا، وبدأت المملكتين في التعايش سويا. وعلى الجانب الآخر يونا المنتظرة عودة أباها فان. فمن رأيكم هل من الممكن عودة فان؟ وأين هو الآن يا ترى؟ يا ريت تقول لنا رأيك في التعليقات. ولو كنت وصلت لحد هنا فأنت بجد إنسان من اللي عفى عنهم الزمن وتستحق كل التقدير. ولو استمتعت بالمشاهدة فلايك وسبسكرايب وشير مع أصحابك دعما لأخوك وحبيبك اللي بيحاول يسعدك دايما. ودي كانت نبذة عن المحتوى اللي هينزل على القناة اللي سايب لك رابطها في الوصف وفي أول تعليق. وبس كده، كان معاكم محمد سالم، ودمتم في رعاية الله.